ليه يا ماما ما ينفعش أشتري حاجات فيها الألوان دي؟ علشان ما ينفعش، بس دي ألوان قوس قزح وألوان جميلة، ربنا خلقه كله جميل. فعلا ربنا خلق لنا كل حاجة جميلة، بس في ناس وحشة أخدوا الألوان الجميلة دي اللي ربنا خلقها لنا علشان نستمتع بيها، وبقوا يرمزوا بيها الحاجات وحشة. وللأسف ما ينفعش نلبس حاجة عليها ألوان الطيف لأنهم بيميزوا بعض بيها. إيه هي الحاجات دي؟ حاجات كانوا بيعملوها قوم سيدنا لوط، حاجات مش كويسة وربنا عذبهم بسبب الحاجات دي. لازم نعرف القصة من أولها. كان في مدينة اسمها سديم، واحنا متفقين ان كل قوم كان ربنا بيبعث لهم نبي يدعوهم لعبادة الله. وقوم سديم كانوا بيعملوا فاحشة عظيمة وحاجة ما ينفعش عقلنا يتقبلها ولا حتى فطرتنا أبدا. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيتجوزوا الرجالة، يعني مثلا راجل بيتجوز راجل وست بتتجوز ست وهكذا. وده طبعا ما ينفعش. احنا لينا ماما وبابا، ما ينفعش يكون لينا بابا وبابا او ماما وماما، دي مش حاجة سليمة. طيب وبعدين نبي الله لوط دعاهم طبعا انهم ما يسيبوا الحاجة دي ويبقوا زي البشر العاديين ويؤمنوا بالله وأوامره، ولكن هم دايما كانوا بيستهزئوا بكلامه لحد ما جه اليوم وربنا عذبهم أشد عذاب. إزاي؟ في يوم جه 3 رجال حلوين جدا جدا وجمالهم ملوش مثيل، كانوا عاوزين يدخلوا المدينة دي. قابلتهم بنت سيدنا لوط، قالوا لها عاوزين حد يضيفنا. قالت لهم ما ينفعش تدخلوا المدينة دي لأن أهلها مش كويسين، استنوا هنا وأنا هروح أنادي بابا. وبعدين سيدنا لوط لما جه وشافهم اتضايق جدا، لأنه طبعا عاوز يكرمهم بس في نفس الوقت خايف عليهم من أهل المدينة يعملوا معاهم الفاحشة. طيب وعمل إيه؟ هم كانوا مصرين إن هم يتضايفوا وما سمعوش كلام سيدنا لوط، فقال لهم خلاص لما يجي الليل والدنيا تضلم هدخلكم البيت علشان محدش يلاحظ وجودكم. وفعلا ده حصل، ودخلوا البيت وضيفهم، بس للأسف حصلت حاجة مش محسوبة. هي ايه؟ زوجة سيدنا لوط اتسحبت وراحت عرفت أهل المدينة إن جوزها عنده ضيوف في غاية الجمال. وطبعا الخبر انتشر في كل المدينة، وفي لحظة آلاف الناس اتجمعوا قدام بيت سيدنا لوط وعاوزينه يخرج لهم الضيوف. وبعدين سيدنا لوط قال يحاول آخر محاولة وراح كلمهم بالعقل وقال لهم انتوا ممكن تتجوزوا البنات وده أطهر وأحسن ليكم ودي الفطرة السليمة. ولكن برضو استهزأوا بيه واتضايق ومعرفش يعمل ايه. راح للضيوف وقال لهم انه نفسه يحميهم بس مش عارف. طيب وايه اللي حصل بعدين؟ الضيوف دول بقى كانوا ملائكة ربنا أرسلهم، وكان من بينهم سيدنا جبريل، فطمنوا سيدنا لوط وقالوا له ما تخافش، احنا ربنا أرسلنا ومحدش هيأذينا. وفي الوقت ده الناس كانوا كسروا الباب، ولكن ربنا عماهم في اللحظة دي وكانوا بيخرجوا برا البيت بدل ما يدخلوه. والملائكة أمروا سيدنا لوط إنه ياخد أهله كلهم ما عدا زوجته ويخرج برا المدينة علشان ربنا هيعذبهم، وكمان ما يبصش وراه مهما حصل أو سمع أصوات. ليه؟ ما نعرفش، بس من شدة العذاب ما ينفعش حد يشوفه. وفعلا سيدنا جبريل شال المدينة ووصل بيها للسماء لارتفاع عالي جدا جدا جدا، وقلبها رأسا على عقب ودفنها في الأرض بكل اللي فيها.
وفعلا اتمحت واختفت للأبد، وده كان عقابهم بعد اللي عملوه. علشان كده في حاجات هنتمنع عنها كتير، لأن في ناس عاوزين يعملوا زي قوم سيدنا لوط ويرجعوا الحاجات الوحشة دي وبيحصرونا بيها في كل مكان. بس احنا ما ينفعش نسكت، ولازم نعمل زي سيدنا لوط ونفضل نقول ده غلط حتى لو كل الناس عملت، لأن الحرام هيفضل حرام.